كيف كانت أول جريمة على وجه الأرض؟ ولما قتل قابيل أخاه هابيل؟ وكيف حدثت تلك الجريمة الفجعاء؟ تابعونا. السلام عليكم. كنا قد توقفنا في الفيديو السابق بعد أن خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم عليه السلام، وعلمنا كيف كان آدم في الجنة هو وحواء ينعمون من فضل الله ورضوانه، وكيف وسوس لهم إبليس فعصوا أمر الله، وكيف هبط إلى الأرض، وكيف تلقى آدم عليه السلام من ربه كلمات فتاب عليه، وبعدها استخلف الله عز وجل آدم عليه السلام في الأرض ليكون خليفته فيها. وبعد أن أمر الله تعالى ليكون لآدم عليه السلام ذرية تستخلف في الأرض لعبادة الله وتعمير هذه الأرض، أذن الله لحواء أن تلد في كل بطن ذكرا وأنثى. ولكن كيف يتكاثر أبناء البطن الواحد وهم أخوان؟ ولكن في هذا الوقت قد شرع الله تعالى لآدم وحواء أن تتزوج البطن الأولى من الثانية، واستمر هذا الحال لسنوات عديدة حتى كبر قابيل وكبر هابيل. وكان لقابيل أخت من البطن التي ولد فيها، وكان لهابيل أخت للبطن التي ولد فيها، فكانت أخت قابيل أكثر جمالا من أخت هابيل التي يجب على قابيل الزواج منها. فنقم قابيل هذا التشريع وأعلن التمرد على هذا الأمر، فقد طلب قابيل من هابيل أن يتزوج هو أخته التي كانت معه في نفس البطن، فلم يقبل هابيل ذلك، فإن ذلك مخالفا لأمر الله وشرعته. وقد اختصم الأخوان إلى أبيهم آدم عليه السلام لينظر في ذلك الأمر، ولكن آدم عليه السلام لم يقبل ذلك من قابيل، وقال أن هذا الأمر مخالفا لشرع الله. ولكن آدم عليه السلام أعطاهم حل ينهي هذا النزاع، فقد اقترح عليهم أن يقرب قربانا إلى الله، ومن يقبل قربانه يتزوج الفتاة الأجمل. فقام هابيل وكان يعمل براعي الضأن، فعمد إلى أفضل الخراف وأعظمها ليقربها قربانا إلى الله. وأما قابيل فكان له بستانا ويعمل بالزراعة، ولكن قابيل لم يقدم أفضل ما زرع، وقدم ما لا ينفع ولا يضر، وقال إن الله تعالى غني عن هذا القربان. وكانت القرابين قديما تقدم على سفح جبل، فتهبط نارا من السماء فتأكل القربان الذي فضله الله. وحين وضع كل من قابيل وهابيل القربانان ليتقرب أحدهما لله بقربانه، فنزلت من السماء نارا هائلة فأكلت قربان هابيل، أي إن هابيل هو الذي سيتزوج هذه الفتاة الجميلة. فلما نزلا من الجبل تفشى الغل والحسد في قلب قابيل، فقال لهابيل لأقتلنك. فقال هابيل إنما يتقبل الله من الصالحين. قال تعالى
واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ومرت الأيام والشهور، وقابيل ينتظر الفرصة التي يقتل فيها هابيل. وفي يوم من الأيام وهابيل يرعى الأغنام أخذته سنة من النوم، وكان قابيل يبحث عن أخاه فوجده نائما، فكانت هذه الفرصة حتى يقتله. وتقول الروايات أن قابيل قد عمد إلى صخرة كبيرة فألقاها على رأس هابيل. وتقول بعض الروايات أنه قتله بسن فيل، وقال البعض أنه قد عض أخاه من عنقه كما كانت تفعل الحيوانات ببعضها، فالله أعلى وأعلم. وتقول الروايات أن هابيل كان أقوى وأشد من قابيل، فكان قابيل ينتظر الفرصة حتى يأخذ أخاه على غرة، ولكن ما منع هابيل من قتل أخاه إلا تقوى الله. وقال الله في كتابه على لسان هابيل: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولكن قابيل لم يعي هذا الكلام، وقال الله: فطاوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وهنا استنى قابيل سنة القتل، فكل من قتل نفسا زكية بغير نفس حمل قابيلا وزره إلى يوم القيامة. هذا لسنه جريمة كانت هي الأولى في تاريخ ولد آدم. وبعد قتله لأخيه استغاب آدم عليه السلام هابيل، وكان قابيل في ذلك الوقت لا يدري ماذا يفعل ليواري سوءة أخيه، فبعث الله تعالى غرابين وكان يتقاتلا مع بعضهما، فقتل غرابا أخاه الآخر فنبش في الأرض، وبعد ذلك وارى التراب بجثة أخيه. فلما رأى قابيل ما فعله الغراب قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، فقد شعر بالحسرة والندامة ليس على قتل هابيل ولكن على عجزه أن يواري سوءة أخيه. وتملق قابيل العنة والعناد بعد ذلك، فلم يتب إلى الله ولن يندم على ما فعل. ومن ذاك اليوم علمت البشرية كيف نواري سوءة الأموات، فكانت على يد غراب. وصدق الله تعالى إن قال: وخلق الإنسان ضعيفا، فإن الله تعالى قد بعث الغراب لاستدراج قابيل حتى يرى قابيل إن الله تعالى لم يغفل عنه لحظة. إلى هنا انتهت المرئية. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. في أمان الله.